السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان وأهلا بكم في فيديو جديد. مقطع فاطمة كيدار خلال الأيام الماضية تصدر اسم المذيعة العراقية فاطمة كيدار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بسبب انتشار أخبار عن مقطع فيديو فاضح لها. منذ ساعات خرجت هذه المذيعة العراقية لتعلق على هذا الأمر وتنفيه، وليكن بعض التفاصيل حول حقيقة فضيحة فاطمة كيدار. وهل يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو فاطمة كيدار التي تجاوز 13 دقيقة؟ ومن الذي نشر مقطع فيديو فاطمة كيدار مع شخص؟ وكيف تحول الأمر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما هي قصة فاطمة كيدار مقطع 11 دقيقة؟ حيث قامت بعض المواقع الإلكترونية وعدد صفحات في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر أخبار تقول إن هناك مقاطع غير أخلاقية يخص المذيعة العراقية المشهورة فاطمة كيدار مع أحد الرجال. وسرعان ما انتشر هذا الخبر انتشر كالنار في الهشيم، حيث صدقها البعض في حين لم يصدقها آخرون. وبحث الكثير من الأشخاص عن مقاطع فاطمة كيدار، وبعد ذلك تحول الأمر إلى حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد نشرت بعض الصفحات على منصة إكس مقطع فاطمة كيدار 13 دقيقة، فهو بحسب بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فاضح لهذه المذيعة مع أحد الأشخاص، ويبلغ مدته بحسب هذه الصفحات 13 دقيقة. في نفس الوقت زعمت مواقع أخرى إن مدة الفيديو هي 11 دقيقة، ولكن في حقيقة الأمر لا وجود لهذا الفيديو على الإطلاق، فالأمر مجرد كذبة أطلقتها إحدى الصفحات التواصل الاجتماعي لكي تكسب مشتركين جدد. وبشكل عام فإن بعض قنوات تليجرام وصفحات منصة إكس تعتمد ترويج أخبار كاذبة لجلب المزيد من الزيارات والتفاعلات والاشتراكات. وإلى الآن فالحديث عن مقطع فاطمة كيدار بلس 18 هو مجرد إشاعات وأخبار كاذبة، فلا يوجد مقطع فيديو فاطمة كيدار الفاضح. في نفس الوقت يجب العلم إن العديد من المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي استغلت بحث الأشخاص عن مقطع فاطمة كيدار وغير ذلك من العبارات، وتم إنشاء مقالات ومنشورات مشوقة لجذب الأشخاص من أجل التفاعل وزيادة عدد المشتركين لديها. المذيعة العراقية فاطمة كيدار خرجت عن صمتها بعد تداول عدة مزاعم تفيد بتورطها في مقطع فيديو غير أخلاقي، وذلك من خلال ستوري عبر صفحتها على انستجرام، حيث نفت الأمر كليا. كما تضامن الشاعر محمد صلاح مع هذه المذيعة مشاركا ستوري عبر حسابه على انستجرام يعبر فيها عن حزنه تجاه مروجي الشائعات. المذيعة العراقية فاطمة كيدار نفت وبشدة ما أثير حول وجود مقاطع فاضحة لها مع أحد الأشخاص، كما عبر الكثير من الأشخاص عن غضبهم واستيائهم من تداول هذا الأمر عنها، مؤكدين إنها مثال للمرأة العراقية الناجحة، وإنه لا يليق الخوض في أمور وأخبار من شأنها تشويه سمعتها. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.